بسم الله الرحمن الرحيم. والنهارده هنعمل معاكم اللحمه بالبصل والتوابل وكده وشويه زي كباب الحله كده، بس احنا عاملين عليها شويه اضافات تانية. احنا هنا عاملين جزر، شرايح فلفل الوان، فلفل حامي طبعا اللي عايز، هنا حمص الشام، هنا احنا هنقعينه في ميه لان احنا مش هنحطه من اول التسويه بتاعت اللحمه يعني. وهنا ليا او دهون كل واحد حسب رغبته، اللي مش عايز برضو ممكن يشيلها، ممكن يحط بدلها زيت او سمنه، بس هي طبعا بتدي الطعم الاحلى لما بيكون فيها الدهون بتاعتها دي. او الليا هنا بصل، بصل شرايح، هنا خضره اللي في الاخر طبعا، هنا التوابل، معلقه صغيره فلفل، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره قرفه، هنا الاخضر دوت ورق لورا مطحون، وهنا معلقه صغيره جنزبيل. احنا دلوقتي هنحط حله صغيره على النار تبدا تسخن عشان نحط فيها الاول الدهن دوت يبدا ينزل الاول يعني يسيح شويه كده، وبعد كده نبدا ايه. هنا معلش معلقتين صويا صوص. دول طبعا في الحاجات دي في الاخر هنمشي بالترتيب، بس الاول هنبدا نحط الدهون دي وبعد كده اللحمه والبصل، وبعد كده هوريكم ازاي هنكمل بقيه الحاجه كلها، التسويه كلها. فاحنا دلوقتي هنبدا نروح عند البوتاجاز عشان نبدا نحط الحله ونحط فيها الحاجه. انا هنا كده حطيت الحله، حطيت نقطه زيت يا جماعه الاول عشان الحاجات دي ما تتحرقش. نقطه زيت ونوطي النار، نبدا نقلب الدهون دي كويس الاول كده بالراحه. بعد كده هنبدا ننزل عليها باللحمه مره واحده كده. طبعا احنا اللحمه غسلينها ومنضفينها كويس ومقطعينها طبعا. بعد كده هنبدا ننزل بالبصل عليها. طبعا احنا مش هنحط الملح دلوقتي ولا اي حاجه، احنا بس هنحط عليها رشه جنزبيل بسيطه وحبه فلفل برضو، وورق اللورا جزء منه. وبعد كده هنخلي بقيه التوابل. اللورا هنحط طبعا، هو انا جايباه مطحون، بنحط رشه صغيره من السكر عشان السكر بيساعد في ان تسويه اللحمه تستوي كويس. فاحنا دلوقتي هنسيبها شويه كده ونديها تقليبه واحده ونغطي عليها ونوطي كمان النار شويه او نهدي النار شويه بحيث ان هي تستوي براحتها وما عشان هنقلبها تقليبتين. وبعد كده هنبدا نحط لها يعني ربع كوبايه ميه تبدا تستوي فيها براحتها شويه قبل ما نحط بقيه المكونات التانيه. تاني احنا هنا اللحمه اهي كده بتبدا تنزل ميتها، يعني بصوا هي هنا نزلت نسبه، طبعا الدهن لسه بيسيح بتاعها والليه، وهي بتنزل البصل برده ميته والحاجات دي. بقى احنا كده موطين اصلا عليها النار، بس احنا هنبدا نضيف لها عشان نسيبها تستوي براحتها يعني معلقتين ميه تاني كده، بس حاجه بسيطه خالص بحيث ان هي يعني لو وطينا عليها وسيبناها شويه ما تبقاش ما يحصلهاش حاجه مثلا احنا مش واخدين بالنا. احنا كده هنسيبها، هنقفل عليها ونسيبها تكمل سواها. واللي عايز يا جماعه اللي عنده الحمص ومش الحمص مش ناقعه وكده ممكن يحطه معاه من الاول، لكن انا بالنسبه لي انا نقعته فهو يعني طري شويه، فهحطه في الاخر عشان ما يتهريش مننا وارجع لكم تاني كمان شويه. احنا هنا اللحمه قربت تستوي يا جماعه، احنا هنبدا نحط التوابل بتاعتها، وهنبدا نحط معلقتين الصويا صوص، وهنبدا برضو نحط معاه الحمص. بس الفلفل بقى، الفلفل الالوان كله انا مش هحطه دلوقتي، هنحطه في الاخر خالص عشان احنا عايزينه يبقى مقرمش كده، ما يبقاش مهري في التسويه. وهنقلب ده دلوقتي كده مع بعض واحده واحده. طبعا هنحط رشه سكر في الاول عشان بس يبقى الكل منتبه ليها، بتديله طعم حلو في نفس الوقت بتدي للحمه بتخليها تستوي بسرعه. احنا هنا كده هنبدا نقلب، يعني احنا كده قلبناها، هنغطي عليها ونسيبها شويه. اول ما تقرب تستوي هرجع لكم هنا تاني. احنا اللحمه كده خلاص قربت تستوي، فهنبدا نحط الجزر علشان احنا كده بنحط الحاجات اللي هي الجامده بالتدريج. فاحنا نحط الجزر وهنحط شويه فلفل من اللي هو الحراق يا جماعه او الحامي شويه كده، حاجه بسيطه طبعا، بس نزلنا الجزر كله كده. هو خلاص كده قرب يستوي.
طبعا احنا مش بنهريها، احنا هنا بنديها بس ايه، التسويه اللي احنا عايزينها. اللي عايز يخليها يعني يسويها زياده عن اللزوم تبقى جامده يعني مستويه طريه جدا، برضه ديت اختياريه يعني براحتكم. احنا هنا حطينا الجزر كده، بنبدا نقلبه عشان بس ايه، يبدا ايه، ياخد جزء من التسويه وجزء من الصوص بتاعها، عشان يبقى الطعم يعني بس كويس. طبعا الاضافات دي بتديها فايده وحاجه كويسه، حتى لو الولاد بياكلوا منها وما بياكلوش الجزر والحاجات دي، هياكلوها مع اللحمه هنا عشان طعمها بيبقى حلو. وفي نفس الوقت الفوائد بتاعتها بتنزل كلها مره واحده في الحاجه. اللي عايز يعملها برده الولاد سندوتشات، ممكن السندوتشات قطع اللحمه تتعمل سندوتشات وكده. احنا كده نزلنا الجزر دلوقتي شويه، واول ما تبدا خلاص تستوي في الاخر هحط بقى الفلفل وارجع له. احنا كده هنا قلبنا خلاص، اللحمه استوت يا جماعه. احنا هنحط بقى الفلفل الالوان كده. طبعا احنا مش هنسيبه كتير، هو مجرد بس ايه، تقلبتين كده ونبدا نحطه في الطبق. طبعا دوت ممكن يتاكل مع رز، ممكن يتاكل بعيش بس، ممكن يتعمل جنبه اي اكلات جانبيه خفيفه، مكرونه، ممكن يتعمل جنبه سمبوسه. الحاجات دي طبعا دي حاجات اختياريه وكده. ممكن يتعمل سندوتشات برضو في العيش اللي هو العيش الصاج او العيش بتاع الشاورما، الحاجات دي. واللي عايز يزود التسويه عن كده ممكن، دي اختيار. والحاجات اللي احنا حاطينها الاضافات دي برضو اختياريه يا جماعه، بس الحقيقه بتديله طعم حلو وكده. انا بقى اما تخلص هحطها لكم في الطبق دلوقتي واوريها لكم، والمقادير ان شاء الله او الحاجات الاضافات الجديده هحطها لكم في الصندوق الوصف. رجعنا لكم تاني، احنا هنا حطينا اللحمه والخضار بتاعها في الطبق اهوت، او كباب الحله. طبعا الحاجات اللي احنا حاطينها اضافات يا جماعه ديت بتديله فايده وبتدي طعم كويس. لو حد من الولاد ما بياكلش الحاجات دي عامه هياكلها معاها. هنا ولا اللي ما بيحبش البصل اصلا داب مع التسويه بتاعته هو بس، والجزر بيقرمش زي ما هو، والفلفل وكده، وكل الحاجات ديت، والحمص برده زي ما هو كويس. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وبالهنا والشفا.